النهارده. ربنا يخليك يا كابتن محمد، الله يخليك يا كابتن علاء. ربنا يخليك يا كابتن، ربنا يخليك كابتن. حضرتك النهارده كان الماتش رغم الفوارق الكبيره جدا بين الاسماعيلي وبين اهلي شندي، احنا شفنا طبعا قد ايه النادي الاسماعيلي كان متاثر. هل فعلا النتيجه 0-0 دي نتيجه سيئه جدا يا كابتن؟ نتيجه 0-0 طبعا نتيجه وحشه جدا، سيئه جدا، هي بتبقى خادعه يعني طبعا. طب الفرق يا كابتن، الفرق يا كابتن، انا والله اولا انا بشكر اللعيبه جدا جدا من خلال البرنامج بتاع حضرتك. اللعيبه مضغوطه نفسيا وعصبيا، ده بجانب الاجهاد، والكلام ده يوقع اي فرقه طبعا. ولولا اللعيبه دول يعني رجاله وجدعان يعني ما حدش يعمل زيهم بصراحه. وهم النهارده انا كل سعادتي النادي الاسماعيلي ما خرجش من البطوله طبعا، لان دي كانت هتبقى وصمه عار في جبيننا، يعني احنا كجهاز فني وكلاعيبه وكنادي يعني. كابتن صبري مصر كلها بالظبط. استاذ علاء لسه قايل ان النادي الاسماعيلي ده اول نادي عربي او ومصري يفوز بالبطوله الافريقيه 1969 امام الجربير في هذه البطوله اللي حقق فيها انجاز كبير جدا للرياضه المصريه. كان معانا العميد محمد ابو سعود رئيس مجلس اداره نادي الاسماعيلي، واتكلم عن توقيع عمر جمال لاهلي طرابلس وعن مفاوضاته وملف احمد خيري مع حسني عبد ربه، والراجل بيبذل قصارى جهده لاستقرار نادي الاسماعيلي. تعقيب حضرتك؟ والله هم الاداره يعني مظلومه جدا يا كابتن محمد. انت عارف مفيش دخل، مفيش موارد للنادي خالص، والمصاريف زياده عن اللزوم. وزي ما حضرتك بتتكلم وكل الناس بتتكلم، النادي الاسماعيلي بيلعب بره على طول. احنا بنيجي نقعد يومين في اسماعيليه ونسافر ثاني يوم، ثالث يوم بالظبط. فالموقف صعب جدا بالنسبه للاداره وبالنسبه للعيبه. يعني مفيش توازن ابدا في الموقف. فاللعيبه والله يا كابتن محمد مضغوطه جدا. انا عارف ان الاداره ما فيش في ايديها حاجه، لكن انا بقول لحضرتك اللعيبه حتى الجهاز الفني والاداري والطبي يعني ما فيش رواتب، والناس برضو مضغوطه عصبيا يعني. فسوء المستوى او قله او عدم ظهور الفريق الاسماعيلي بالامكانيات الجميله بتاعته او الكره الحلوه بتاعته، في ضغط عصبي مع ضغط بدني اللي هو الارهاق والكلام ده كله، وده يوقع اي فرقه. كابتن صبري، انا بقول لك انا النهارده انا اسعد يوم النهارده ليا. يمكن انا كسبت ماتشات كتيره جدا مع نادي الاسماعيلي وكنت في مواقف كتيره جدا تمام حلوه، بس النهارده اسعد يوم بالنسبه لي اكيد، لان النادي الاسماعيلي يعني عيب انه يخرج من دور 16 في البطوله الكونفدراليه. العميد محمد ابو سعود رئيس النادي زعلان من توقيع عمر جمال لاهلي طرابلس وملف حسني عبد ربه، ملف احمد خيري مع نجمنا الكبير كابتن حسني عبد ربه. والله يا كابتن دي حاجه تخص اداره النادي مع اللاعب. طبعا انا عمر يعني من اللعيبه الافزاز اللي انا شفتهم او اللي انا مرنتهم يعني فعلا. وعمر بيحب النادي جدا جدا، بس انا ما اقدرش اتكلم. يعني حضرتك تسال عمر بالظبط ايه الموقف يعني. انا مش عايز يا ريت يجيبوا لنا عمر جمال على التليفون برضه نشوف وجهه النظر، الراي والراي الاخر برضه عشان يبقى في حياديه في تناولنا الموضوع. كابتن صبري المنياوي احنا بنشكرك شكرا جزيلا ومبروك، وان شاء الله نشوف لك مستوى احسن في الفترات القادمه. شكرا جزيلا. هتعلق